الناس رحبت، والناس في نادي الزمالك مجلس الاداره ما وقفش في طريقه، راح خلص مشواره ورجع النادي رحب بيه. الورق بتاعه ما مشيش بسبب ان هو القانون بقى، الضغط من جوه اتحاد الكوره ان هو عمل بالتراضي مع النادي الانجليزي ولا حاجه، فالموضوع بتاعه ما مشيش، يعني ما حصلش حاجه. يعني هو عمرو ولا لسه لعب ولا ما لعبش، ده الراجل لسه راجع، يعني لسه بيسمي. يعني انت كابتن ابراهيم بتقول لي بالتراضي وخد كل مستحقات، يعني حكايه المليون جنيه والكلام ده مش صحيح؟ ده اللي انا عرفته، وعرفنا من هناك ان هو اتراضى مع النادي بتاعه، والعقد اتعمل بطريقه، ده اللي احنا عرفناه اخر حاجه. عمرو قبل كده قال لي ان احنا ده فسخ، فانا لما عرفنا في الاخر ان هو لا، ده الموضوع خالص ودي ما بينه وبين النادي. ده اللي انا وصل لي، ووصل لي من الاوراق الموجوده اللي وصلت للنادي الزمالك، وده اللي حصل. انما بالنسبه لعمرو والله او لاي حد عايز، يعني شايف ان هو ما عندوش نفسه، اي واحد يعني نفسه غم عليه ان ما يبقاش موجود في نادي الزمالك، انا بقول اهو احنا مش هنتمسك بحد مش ماسك في نادي الزمالك، هنتمسك باللي ياكل النجيله، اللي يحقق بطوله الجمهور الغلبان ده، اللي هو يعني بيبقى مستني ان نادي الزمالك يقف على رجليه ويعمل بطولات. انما اللي هيلعيب، يعني انا مثلا معلش على سبيل المثال لا الحصر، انا كل اللعيبه بقدرها جدا جدا وبحبهم جدا، حتى اللعيب اللي هيمشي. يعني واحد زي حسن مصطفى في ماتش الاهلي اللي فات ده، يعني راجل بينتحر في الملعب. طب ما الراجل ده حاجه جميله. لو كل النوعات كده، كل النوعات زي حسن مصطفى وعبد الشافي وفتح الله، لعيبه كتير، مش عايز اخصص لعيب، بس انا بتكلم على المستوى. لعيب مثلا في نص الملعب بيموت نفسه بينتحر في ماتش زي النادي الاهلي. انا عايز النوعات اللعيبه دي كلها تبقى كده، هو ده البطوله هتيجي كده. انما اللعيب اللي هو يعني بيصحى من النوم كده بيحلم بحلم وحش، يقول لك يلاقي نفسه عايز يمشي من النادي، مش هنتمسك بيه. احنا مش هنستنى كل لعيب بقى هيبقى مزاجه متعكنن عايز يمشي هنقعد نتحايل عليه. طب ده بيوصلنا لسؤال عدم تجديد عقد شيكابالا حتى الان. والله شيكابالا هو عارف، احنا قعدنا معاه مره، يعني مش قعدنا معاه، هو الراجل مرحب، ولا انا يعني بالعكس، انا مش هروح في حته غير نادي الزمالك، وانا متمسك بنادي الزمالك، والموضوع دوت انا ما اقدرش اقول لكم لا فيني في التجديد بصراحه. انما شيكابالا ما حصلش اي مشكله معاه، وشيكابالا المفروض ان هو بيحارب نادي الزمالك وجمهور الزمالك بيحبه، فهو الراجل قلنا قبل كده انا شايفين لو جاله عقد في انديه كبيره او في دول فيها كوره كويسه متقدمه ماشي، انما لو انديه صغيره يبقى هو نادي الزمالك اولى بيه. تمام. كابتن ابراهيم، حكايه التعاقد مع احمد عمران صحيحه، وحكايه برضه المبادله بين محمد عبد المنصف وعمران ونور السيد من الجونه، الخبر ده صحيح؟ كل ده اجتهادات، والله ما حصل حاجه خالص لحد دلوقتي. يعني احنا بنحاول زي ما بقول لك ان احنا بنسعى ونشتغل عشان نشوف احتياجات الفريق الموسم الجديد. فبيطرح اسامي، حسام طرح اسامي ان المفروض انها تبقى موجوده السنه الجايه عشان نبتدي نشتغل صح، ويبقى ماشيين على طريق صح. الناس بصراحه في مجلس الاداره كلهم قسمنا الشغل بتاعنا على اساس ان في كل واحد في ناس معينه بيقدر يحددها اختصاصاته ويخلصها مع بعض الانديه، ونحاول يبقى في تفاوض. فبنجتمع النهارده بعد ما قعدنا الاسبوع اللي فات، بنجتمع النهارده عشان نشوف وصلنا لايه. طب حكايه المبادله، نعم، هل الزمالك بالفعل يرغب في جهود احمد عمران ونور السيد؟ مش هقدر اقول لك انا دلوقتي، لان احنا مش عايز اقول حاجه غير لما تحصل. فانا لحد دلوقتي ما حصلش اي تفاوض بخصوص الناس دي خالص، ورغم ان هم لعيبه عاليه جدا، واكيد نادي الزمالك هيستفاد بيهم لو هم موجودين. وفي تفكير في حسين علي ايضا؟ في تفكير في اكتر من لعيب. نعم. انما ان شاء الله الايام الجايه دي هيبتدي نحسم نشوف، لان انت شايف دلوقتي كل واحد عنده لعيب قافل عليه كأنه مثلا قافل على كيلو ذهب مثلا، ولا قافل في العمليه. يعني الموضوع برضه اللعيبه او مش عارف ليه ما فيش حتى تعاون مع الانديه، كله بيقول لك، يعني كل مؤسسات تيجي تقول له عايزين لعيب يقول لك لا ما فيش حد هيمشي. تيجي انت بالنسبه لك وان بعدين لما تيجي تتفاوض مع لعيب او تبعت فاكس للعيب يقول لك الحق ده الناس عايزين ياخدوا اللعيبه بتاعتنا، ويجي واحنا فجاه كده نلاقي تفاوض زي ما احنا سمعنا زي ما انت بتقول دلوقتي. عبد المنصف مش عارف مين بيتفاوض معاه ومين، رغم عبد المنصف مع عقد مش الراجل عقده خلصان. اكتر من لعيبه، احمد مجدي نفس الشيء بيقول لك في كذا نادي مش بيتفاوض معاه، اسامي كتير. واحنا لما نيجي نتفاوض او نيجي نتكلم على اللعيب يقول لك لا انسى، لو سمحت ما تشتتش اللعيبه بتاعتنا. واحنا عندنا تفاوض عادي جدا على اللعيبه بتاعتنا،
ومحدش نادي الزمالك ما بيقدرش يقول لحد لا عيب ولا بتاع، لانه بيتعامل بحسن النيه يعني. تمام كابتن ابراهيم، لكن يعني الوقت جري جدا مننا، لكن عايز قبل ما اقفل مع حضرتك اسالك عن تصريح كابتن ابراهيم يوسف لما قال ان الجهاز الفني لنادي الزمالك تقدم بطلب لضم عدد من اللاعبين ليس من بينهم حسني عبد ربه او حسام غالي او محمد شوقي. صحه هذا الخبر؟ لا ما اعتقدش كابتن ابراهيم، اكيد يعني ممكن حد يجتهد عشان يقول الخبر ده، انما كابتن ابراهيم عارف ان الحاجات اللي بنتكلم فيها كلها حاجات سريه لحد ما تخلص وتتعلن على الملأ بعد كده. انما بالعكس حسني لعيب هايل وشوقي طبعا الواحد وحسام غالي لعيبه الواحد ما يقدرش يتكلم عليهم، لعيبه مؤثرين في اي فرقه، انما احنا بنتكلم في اسامي بنحطها وبعد كده نقعد نتفاوض فيها ونشوف هتخلص ازاي، وهتبقى بالنسبه للنادي ظروفها هتبقى يعني هذا الثلاثي يحظى باهتمامات الجهاز الفني زي اي لاعب بتفكروا فيه. اكيد وفي اسامي ثانيه ما حدش يعرفها احنا بنفكر فيها او شغالين عليها ان شاء الله. انما اتمنى يبقى في تعاون مع الانديه، ما يبقاش كل واحد انت عايز بس وانما ما تديش. يعني في انديه كتير مؤسسات كتير بتبقى عايزه لعيبه من عندنا ومش عايزه تسيب لعيب، فطبعا مش هيحصل. وخصوصا في لعيبه كتير في انديه عارفها طبعا انت، مؤسسات يعني مش عايزين يقعدوا في النادي يعني ليل ونهار يعملوا شكاوى. طب ما خلاص، ما اللعيب اللي مش عايز يقعد يا جماعه او شايف ان هو نفسه يبقى موجود في نادي ثاني، ايه المشكله ما يحصل تبادل؟ مش اسير يعني. يعني انا بقول لك اهو، نادي الزمالك اللعيب اللي عايز، اللي شايف نادي الزمالك مش مناسب ليه، تمام، انا اشوف يعني اهو، رغم ان نادي الزمالك ده شرف لاي لعيب جوه مصر، لكن ممكن لاعب مش مرتاح يا كابتن عادي، لعيب مش مرتاح حاسس ان هو يطلب انه يمشي وانتوا هتوافقوا على طول. نعم، يطلب انه يمشي وانتوا هتوافقوا له على طول. والعرض نقول قدم عرض، والعرض المناسب لنادي الزمالك احنا هنوافق عليه. نعم. انما هتيجي هتقول للعيب انا عايز امشي ماليش نفسي العب في النادي، هتحايل عليه، يبقى انا راجل ما بفهمش، يبقى انا راجل بقى في نادي الزمالك. اللعيب اللي عايز نادي الزمالك وهيخلص لنادي الزمالك وهيحقق بطوله هو اللي هيبقى موجود. اللعيب اللي هو نفسه مش جايباه مش هيبقى موجود في نادي الزمالك مهما عليه اسمه. تمام. لان كل اللعيبه ما حدش حقق يجي واحد يقول لي انا حققت حاجه عشان اروح اشيله على دماغي. تمام. كابتن ابراهيم حسن مدير الكره بنادي الزمالك، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والاخبار. كان مهم جدا ان احنا نطول شويه في المكالمه مع كابتن ابراهيم حتى تتضح الامور فيما يخص فريق الكره بنادي الزمالك. ايضا محمد